كل سنة وكل الناس طيبة وبخير يا رب، وبمناسبة عيد الفطر المبارك 1444 هجريا 2023 ميلادي. يا رب دايما الناس كلها بخير، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. تعالوا النهاردة بقى نشوف هنعملوا ايه وهنطلعوا بايه من الفيديو ده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشتركي القناة ومشاهدي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة على شط من شواطئ الساحل في اسكندريه، هنقوله فين بالتحديد. ان شاء الله نعمل لكم فيديو كويس. جماعه المحتوى بتاعنا يعني احنا عاملينه عشان نوصل المعلومه للناس. النهارده هنشتغل بالبوصه ال 2 متر، مكنه 5000 عليها شعر 35، رصاصه 4 حره، تحتيها مدور وتحت منها سلاح واحد، فرده واحده تحت وفردتين فوق، وهنرمي بايه ان شاء الله. والسلاح سلاح 6 كفتة، سلاح 6 كفتة حلو جدا، بس أهم حاجة السن بتاعه يبقى إبرة. أهم حاجة يعني إيه؟ عشان في سلاح بيبقى تخين، لا دايما تجس السلاح كده وأنت شغال، لأن في سلاح بيتلم من كتر ما بيبقى في المية. يعني غالبا اعمل كل طلعة بقرمة، يعني بقرمة جديدة. ليه؟ السلاح مع المية المالحة بيتلم، يعني لازم دايما أنا باستمرار من صغري لازم أشك السلاح في صبعي كده أشوفه شغال ولا لا. ده بيضيع سمك يا جماعة، خدوا بالكم. دي معلومة كده أنا والله ما محضر لها يعني. فدايما شك إيدك كده شكة صغيرة كده، شوف السلاح شغال ولا لا. زي ما احنا قلنا فردتين فوق وفردة تحت. هنرمي بإيه النهاردة؟ هنرمي معانا دود اسماعيلاوي ومعانا دود نار. هنشتغل بالدود الاسماعيلاوي. بمناسبه الدود الاسماعيلاوي، طبعا لما بتيجي تروح تشتري الدود الاسماعيلاوي بتقول له انا عايز ايه؟ دوده راس وديل، يعني دوده كامله، لان في دود بيبقى متقطع. الراس والديل. طيب ادي دوده راس وديل. جماعه محدش يقرف من اي حاجه من البحر. البحر طبعا ميته طاهره، والدليل على كده ان احنا بيجوز لنا الوضوء منه يعني. إيه؟ راس وديل. طيب لما اجي اقطع وابتدي اطعم، ابتدي اطعم منين؟ ما هي دي مهمه جدا يا جماعه. ليه بقى؟ لان انا المفروض ان انا ببتدي اقطع من الديل. من الديل ببتدي اقصقص. طب ليه مش من الدماغ؟ عشان الدوده تفضل معايا حيه. انا لو قصيت الدماغ في البدايه، لو البدايه قصيت الدماغ، الدوده هتدبل معايا وهتطرى. لو تاخدوا بالكم، طبعا الصيادين فاهمين الكلام ده كويس وعارفين الكلام ده كويس. لما اقطع الدوده من ديلها، تفضل الدوده جامده معايا لاخرها، ماسكه نفسها وحيه وعايشه. قصيت الراس في البدايه، الدوده باظت منه. دي المعلومه بتاعت الدود الاسماعيلاوي. هنطعم وهنرمي على المباشر. تعالوا يلا كده، ربنا يسهل نعمل له فيديو يليق بيكم وفيديو يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش اللايكات يا جماعه، عشان اللايكات بتنشر الفيديو اكتر. اللي بيحب القناه وحابب القناه وحابب المعلومات بتاعت القناه يعمل لايك يا جماعه. طعمنا يا جماعه الدود الاسماعيلاوي، بندككه عادي جدا في السلاح. مستهدفين ايه بقى؟ الميه زي ما احنا شايفين كده مليانه قش. انا قاعد في مرمى، هرمي على الرملايه اللي بعد القش على طول. دي دايما غالبا السمك بيمسك القشايه. ليه بقى؟ لان القش ده بيبقى حاوي نطاط كتير، فبيخش ياكل منه. فترمي بعد القشايه عشان القشايه ما تضايقكش وتيجي على الرصاصه والاسلحه اللي انت حاططها فيها. تعالوا كده، انا مستهدف ان شاء الله كده ربنا كريم المرمار والفليجس والدنيس، ويلا بينا كده نشوف هنعمله ايه. بعد ما رميت يا جماعة لازم ألم البوش الزيادة ده عشان أمسك الشعر على إيدي وابتدي استنى السمكة تاكل. لو ما كلتش ابتدي أجرجر الرصاصة سنة. ده شغل الساحل يا جماعة. يا رب ربنا يكرمنا بحاجة حلوة نوريها لكم إن شاء الله. غالبا مرمار يا جماعه.
في اللجسايه صغيره بس حلوه معقوله يعني، ومرمرايه ومرمرايه في الليجس دخل اهو. خليكم معايا. مرمار برضه. حجمه متصلح اهو، مرمار. وفي بعض في الليجز كمان في الميه اتضربت ضربتين حلوين يعني. خليكم معايا على دود النار اهو، على السلاح اللي تحت. هنرموا كمان رميه كده على المباشر يا جماعه مع بعض. الشط مليان قش، احنا يعني برمي ورا القشايه على طول. اللي بياكل معايا مرمار دلوقتي، مرمار يا جماعه زي ما قلت لكم. مرمار حجمه كبر شويه اهو، واكل تحت على الفرده اللي تحت. وبمجرد ان انا بنزل يا جماعه على طول بيضرب على طول بعد القشايه على طول. الشط مليان قش، الشط كله قش، بس بعد القشايه على طول السمك موجود. خليكم معانا. بلم البوش وبمسك على ايدي. غالبا مرمار يا جماعه. مرمار يا جماعه، واحده واكله تحت. مرمار اهو، واحده واكله تحت، واحده واكله فوق خالص. يعني السمك على الارض وعايم، الحجم معقول. خليكم معانا. هنرموا رمي على المباشر كده مع بعض يا جماعه، ولسه مستمرين بدود النار لان الارض فيها مرمار، فيها مرمار كتير وجميع الاحجام يعني. ما شاء الله يا جماعه، المرمار الحجم بتاعه اتظبط حلو، خشن يعني. وبعدين داخل واحد فوق اهو، يعني سمكه فوق اهي والتانيه تحت اهي، بعد القشايه على طول بدود النار يا جماعه. المكان فين بقى؟ كيلو 36 الساحل. طبعا معظم الناس الاسكندرانيه عارفين المكان ده. ف هو بدأ يشتغل بس الشط مليان قش. ياما خدنا منه خير من زمان، يعني من اكتر من 20 سنه بدون مبالغه كنا بنيجي ناخده المرماريه داخله على نص كيلو. المرمار الشيوعي اللي الناس القديمه قوي عارفاه. خليكم معايا. زي ما اتعودنا يا جماعة كل فيديو بنشوف الحصيلة في آخر الفيديو. النهاردة خدنا كبشة المرمار اللي احنا شايفينها دي، خدنا الفلجساية دي. المرمار كان جميع المقاسات يا جماعة، صغير متوسط متصلح، ما وصلش للمرمار الجامبو اللي احنا شفناه في الفيديوهات اللي قبل كده. ان شاء الله بنوعدكم نعمل لكم موسم حلو ان شاء الله، بناء على طلب الناس اللي بتطلب مني ان انا اكتر من الفيديوهات. ان شاء الله استنوني في رحلة جديدة وفي فيديو جديد ينول اعجابكم. ما تنسوش اللايكات يا جماعة عشان الفيديو ينتشر لاكتر ناس، ولو مش مشترك في القناة اشترك ومش هتندم. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.